جربتي تحطي اللبن المغلي على الكيك وتعملي احلى كيك في الدنيا؟ النهارده هنعمل كيكه اللبن المغلي يا بنات. شايفين الجمال والحلاوه؟ يا حلاوتك يا جمالك، خليت للحلوين ايه. انا مش هتكلم، انتوا شايفين بعينيكم حاجه كده يعني تحفه التحفه. بصوا يا بنات لون الكيك، بصوا شكل الكيك، لبن مغلي هنحطه على الكيك النهارده وهنعمل احلى كيكه اتشهرت جدا في الفتره اللي فاتت. وانا طبعا كالعاده اخر واحده اعملها، بس جبت لكم الطريقه الصح. سهله جدا وبسيطه وبمكونات بسيطه جدا جدا. ويلا بقى على طول نروح نشوف الجمال والحلاوة والطعامة. يا لهوي على طعمها يا جماعة، سكرها مظبوط، ما فيهاش زفرة أبدا، طعمها خطير جدا جدا. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على الرسول. حطيت هنا كوباية ونص سكر، وحطيت 4 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، وحطيت كمان كيسين فانيليا. بصوا بقى يا بنات، هنا أنا محتاجة مضرب جدا، ولو عايزين تضربوها في الخلاط لغاية ما لونها يبقى أبيض كده تمام مفيش مشكلة، بس المهم يكون لونها أبيض كده. بعد كده هحط كوباية إلا ربع زيت، واكتبوا المقادير ورايا. حطينا كوباية ونص سكر، حطينا 4 بيضات، كيسين فانيليا، كوباية إلا ربع زيت. وبعد كده بنفس الكوباية هنحط كوبايتين ونص دقيق، وباكو بيكنج باودر وذرة ملح بسيطة جدا. وهنقلب. بصوا هنلاقي الخليط بتاعها بقى تقيل جدا. هنقوم عاملين ايه بقى؟ جايبين اللبن بتاعنا. طبعا انا حطيت اللبن ده يغلي، عبال ما خلصت كل الحاجات كان هو غلي. نحط اللبن وهو مغلي وما نخافش ابدا، وانتوا شفتوا النتيجة في اول الفيديو. بعد كده بنقلبها كويس جدا في اتجاه واحد يا بنات، ده من برضو شروط نجاح الكيك بتاعنا. ونجيب صينية بقى مقاس 28، دي بتاعتي دي 28، ودهنتها دقيق وعفرتها، دهنتها سمنة وعفرتها بالدقيق. وبعد كده بتاخد في الفرن، ونسخن فرن مسبق، يعني فرن متسخن مسبقا تمام على درجة حرارة 180، ونحطها فوق. واوعي ابدا تولعي لها الشواية. وشايفين التفتح اللي في الكيك ده؟ معناها ان ناجحة مليون في المية. وانا بطحها لكم وهي سخنه وحياه ربنا، ومش عايزه اقول لكم طعمها جميل جدا جدا، وقوامها بيكون سائل فعلا وانت بتنزليها. ما تخافيش ابدا، جربوها، من اسهل ومكوناتها بسيطه جدا وسهله، ومعمول عليها ابروجندا كبيره قوي، وفي الاخر طلعت سهله. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدعميني بلايك.